يا صباح الخير والفل والياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ انا قلت اصبح عليكم كده. صاحيه رايحه على النقابه، وبعدين برضو هرجع اروح له مرشي. هو هنا بقى ايه الشيزوفرينيا بتاعت ما بين انت مهندس اداري، قانون وورق، تراجع ورق مهم عشان تقنن العقار وتبقى مركز فيه وفي تفاصيله، علشان التنفيذ مكلف جدا، غالي جدا. الناس بعد ما تكلف وتبني وتعمر تيجي تحط بقى المفتاح عشان تشغل المبنى ده، ما يشتغلش بسبب ورقة او رسمة او امضة غلط. يعني انا بس لازم امشي في الخطين، لازم امشي في الاتجاهين. المعرض كتنفيذ، ايه اخر الصيحات، ايه احلى المواد، ايه اخر البراندات اللي موجودة في السوق. لازم اذاكر السوق علشان التنفيذ. في نفس الوقت لازم امشي في اتجاه الاداريات والورقيات النقابية علشان ابقى فاهمة طول الوقت اشتراطات كل مؤسسة فيما يتناسب مع دراستي كمهندسة معمارية، واقدر ارخص المشروع اللي انا شغال على تصميمه واوصله لبر الامان، مش بعد ما انفذه الناس تدفع فيه كل اللي حيلتها تيجي نشتغل. طبعا شفنا مشاريع بالشكل ده كتير عجزت بسبب ان المهندس القائم على الاعمال مش ماشي في الحته الاداريه باراليل مع التنفيذ، لان الحته الاداريه مهمه قوي. نرجع بقى ليا. يعني انا في اللايف ده سببه حاجتين. انا طالعه دلوقتي على النقابه. بصوا يا جماعه، قليل البخت يلاقي مش عارفه ايه في انا مش قليله البخت ولا حاجه، الحمد لله. بس انا عايزه اوريكم بس. انا قعدت كام سنه، 17 سنه مهندسه عاديه خالص. مكانش في نقابه في البحر الاحمر خالص. فكنت باجي برضه القاهره عشان اجدد النقابه، كان الكارنيه واعمل الاشتراك والسجل وادفع الفلوس. ولما ربنا كرمني وكرمنا كلنا في البحر الاحمر، وبقى فيه الحمد لله مقر النقابة في شارع النصر رسمي نظمي، بقيت استشاري. كل ما اروح لهم المكتب ده يقولوا لي لا انت استشاري، روحي القاهرة حاجتك مش عندنا. فاخد بعضي واخد شنطة هدومي واروح جاية اتشحطط وانزل وسط البلد واقعد هنا يومين عشان اخلص ورقة. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. انا بس عشان اقول لكم ان القصة فيها يعني جانب مش طول الوقت الستوري ايه حلوة يعني. لا، في جانب مشقة لازم نستحمله ونشكر ربنا عليه. انا لغاية دلوقتي 3 مرات ايه 5 مرات، بس عشان 5 مرات على مدار سنة، رايحة جاية رايحة جاية، مرة للكارنيه ومرة للسجل ومرة للشهادة ده غير بقى زمايلي اللي هنا ساعدوني في الورق وفي التقديمات وكانوا بيجوا معايا. يعني لولا مساعدتهم انا كانوا بقى 20 مرة مش 5 بس. بشكر ربنا طبعا من كل قلبي على صحابي اللي وقفوا جنبي قلبا وقالبا وساعدوني، واللي شجعوني، وطبعا دكاترتنا اللي علموني، واللجنة اللي وقفت معايا وامتحنتني وقدرتني. بشكر كل الناس، بشكر كل العملاء اللي ادونا ثقتهم، بناء على مشاريعهم قدرنا ناخد اللقب. طيب، انا في حد في انتخابات النقابه بتاعتنا الاخيره دي اول ما شافني قال لي، انا معرفوش، قال لي انت بقى اول استشاري في البحر الاحمر ومش عارفه ايه. طيب، تحياتي ليه وعايزه افتكر اسمه. وكان بيتكلم على المهندس تاني بيقول لي لا ده اول واحد. فانا بس عايزه اوضح، بس هو انا بقولها ان انا يعني النقابه كان وشها حلو عليا وانا كان وشي حلو عليه نفس ذات التايمينج. لما كان بيتاسس نقابه في البحر الاحمر انا اخدت لقب استشاري، فشئتم ام ابيتم. التوقيت والتاريخ، طلع السجلات والتواريخ ونبص.
بس ده مش معناه ان انا الوحيده يا جماعه، مع كامل احترامي في البحر الاحمر في ناس عباقره انا بتعلم منهم، واسماء اول ما بيجي بس اسمهم ولا امضتهم قدامي بعرفهم. انا ما استاهلش يعني ابقى واحده منهم، بس اشاء القدر يعني ويستحملوني بقى معاهم في الزنقه دي. لكن الفكره في يعني الفعل، يعني فين اللي هو في نفس التوقيت ده حصل وده حصل، وشاء القدر وشاءت الحياه ان في مارس اللي فات ابقى انا بستلم الكارنيه والسجل، والنقابه بتتاسس في البحر الاحمر. فقلت ان انا اول حد في النقابه الجديده، لكن مش اول حد يتكتب اسمي يعني، لا طبعا. الغردقه فيها جبهزه جبهزه واساتذه ودكاتره وناس، يعني انا كنت اتمنى اتدرب معاهم مش هشتغل معاهم بس. بس دعواتكم. انا بالليل ان شاء الله هنروح لو مارشيه. هحاول كده مريم وبسنت بقى هما اللي يطلعوا لكم في اللايفات يشرحوا لكم، لان هما مركزين اشطر مني بصراحه، ولقوا شويه حاجات حلوه قوي امبارح. فخليهم بقى يفوكسنج معاكم على الحاجات الحلوه اللي لفتت انتباههم. بيفرجوني الصبح بنات معايا مميزين بصراحه ومشرفيني. نهاركم سعيد، بشكركم على المتابعه، دعواتكم ويومكم حلو. باي باي.